جريدة كلارين عنونت مقالها المغرب الخصم الخطير للأرجنتين في نهائي مونديال الشباب وخطة 15 عاما التي جعلته زعيما لإفريقيا. بعد 15 عاما من العمل المنظم، بات المغرب نموذجا في تطوير كرة القدم الإفريقية. فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أطلقت منذ 2011 مشروعا شاملا لتأهيل الأندية واللاعبين، مع التركيز على اكتشاف المواهب من أبناء الجالية المغربية في أوروبا التي تعد من الأكبر في العالم. ثمار هذا المشروع ظهرت بوضوح. المنتخب الأول احتل المركز الرابع في مونديال قطر، وتأهل بسهولة إلى كأس العالم 2026، ويحتل المرتبة 11 عالميا كأفضل منتخب إفريقي. أما على مستوى الفئات السنية، فقد حصد المغرب ألقابا قارية عديدة: وصيف أفريقيا تحت 20 عاما، بطل أفريقيا تحت 17 عاما، وبطل أفريقيا تحت 23 عاما، الذي حاز أيضا برونزية أولمبياد باريس. واليوم يصل منتخب المغرب تحت 20 سنة إلى أول نهائي عالمي في تاريخه أمام الأرجنتين، تتويجا لخطة طويلة المدى جعلت من أسود الأطلس قوة حقيقية في عالم كرة القدم. أما شبكة التلفزيون العالمية ESPN فقالت: كيف يلعب المغرب منافس الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة؟ حقق المغرب إنجازاً تاريخياً بعد ظهر اليوم الأربعاء في تشيلي، حيث أقصى فرنسا بركلات الترجيح المثيرة، ووصل إلى نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2025 في تشيلي، حيث سيواجه الأرجنتين التي هزمت كولومبيا في مباراة صعبة على الملعب الوطني، وستكون منافسة قوية بين الفريقين. الفريق منظم ومستعد تماماً لتطبيق نهج المدرب وهبي، وتوافقاً مع تحليل الصحيفة آس، فإن المغرب يشعر بالراحة عندما تكون لدى الخصم زمام المبادرة، ويسعى لاستعادة الكرة في وسط الملعب لمعاقبة المنافسين بهجمات مرتدة سريعة، وهي استراتيجية عاقت العديد من الفرق الأوروبية خلال البطولة. أبرز أبطال الهجوم العمودي هم معما نفسه وزميلاه فؤاد الزهواني والزبيري الذي رسخ مكانته كأفضل هداف الفريق، وجسيم ياسين لاعب دنكيرك في الفريق الفرنسي الصاعد. وأما صحيفة ماركا الإسبانية عنونت مقالها كالآتي: المغرب ضد الأرجنتين، الوقت والجدول ومكان مشاهدة نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة مباشرة على التلفزيون. يصل كأس العالم تحت 20 سنة إلى نهايته بمواجهة مثيرة بين المغرب والأرجنتين في نهائي تاريخي هو الأول من نوعه. المنتخب الأرجنتيني بقيادة دياغو بلاسنتي قدم أداء قويا وهجوميا، بينما يواصل المغرب كتابة تاريخه الذهبي بعد إنجاز مونديال قطر، متأهلا لأول مرة إلى النهائي. يسعى الأرجنتين لتأكيد تفوقه في الفئات السنية، فيما يطمح المغرب لإثبات أن نجاحه كثمرة مشروع كروي متكامل. مهما كانت النتيجة، فإن النهائي يعد مواجهة بين جيلين من المواهب الواعدة قد يسطع نجمهما في عالم كرة القدم.